فيلمنا بيبدأ بجي واللي بنعرفه عنه انه فاشل في حياته وعايشة كده من غير اهداف ولا طموح، وكل اللي بيعمله في حياته انه يلعب قمار ويصاحب بنات. وبنعرف ان عيلته غنية جدا بس علاقته بيهم مش كويسة خالص بسبب اللي بيعمله ده. وفي يوم بيتم معاقبته بسبب انه كان عليه ديون ومسددهاش، والعقوبة دي بتكون انه يخدم في مستشفى الامراض العقلية. بنشوفه وهو بيطلب من زميله فلوس، فبيقوله زميله انه يحاول يصلح علاقته باهله عشان يقدر ياخد منهم فلوس. وبيقتنع جي فعلا بنصيحته، وبيكلم مامته في التليفون وبيسلم عليها وبيقول لها انه هيحضر فرح اخوه. وبعدها بيكلم باباه وبيكذب عليه وبيقول له انه بقى مستقر في حياته، كمان مرتبط ببنت وبتكون شغاله ممرضه. فبيفرح باباه وبيطلب منه انه يجيبها وهو جاي الفرح، ومش بيكون جي عارف هيتصرف ازاي. وبيروح يطلب من كل ممرضه في المستشفى انها تروح معاه، بس كلهم بيرفضوا لانهم بيكونوا عارفين شخصيته. وبتوصل بنت اسمها ديزي للوقت ده للمستشفى، وبنلاحظ انها في عالم تاني لوحدها ومش بتكون مركزة في اي حاجة خالص ولا عارفة حاجة. وبنعرف ان البوليس هو اللي جابها المستشفى بعد ما لقوا مامتها مقتولة، ولما حققوا معاها كانت بنفس الوضع ده فجابوها هنا. وبتروح ديزي للأوضة اللي هتقعد فيها، وبالليل بيكون جي بيلم حاجته عشان يهرب من المكان. وهو ماشي بيسمع صوت ديزي بتصوت، ولما بيدخل بيلاقي واحد من اللي شغالين في المستشفى بيحاول يتحرش بيها، فبيدافع عنها وبيضربها وبعدها بيسيبها وبيمشي. وبعد ما بيطلع بره بيلاقيها وراه وبتقوله ياخدها معاه، بس جي بيرفض وبيديلها فلوس وبيقولها تكلم حد من اهلها وبيمشي، بس بتصعب عليه وبيرجع لها عشان ياخدها معاه. وبيروح بار وبياخدها معاه، وبيكون رايح عشان ياخد اي بنت من اللي هناك معاه الفرح اخوه علشان شكله قدام باباه، بس مفيش ولا واحدة بتوافق وبيمشي وبيكون مش عارف يعمل ايه. وبعدها بيتكلم مع ديزي وبيعرف انها ما عندهاش اهل، وبيكون محتار هيعمل ايه معاها وهيوديها فين. فبتجيله فكرة انه ياخدها معاه للفرح على انها حبيبته، وبينفذ فعلا فكرته وبيتفق معاها ان اي حد هيسألها هتقوله انها شغالة ممرضة. ولما بيروحوا بيرحبوا بيهم اهل جي جدا، وبعدها بيقعد جي مع باباه وبيفضلوا يتكلموا، وبنفهم ان علاقة جي وباباه مش حلوة خالص. وبيقوله باباه ان هو عارف انه اجى عشان عايز فلوس، بس جي بيعترض على كلامه وبيقوله انه مش جاي ياخد فلوس زي ما هو بيقول، وانه جاي عشان يحضر فرح اخوه. وبتكون ديزي متأقلمة معاهم جدا ومبسوطة، وبتتكلم معاهم وبتقول لهم ان جي شاطر جدا في شغله وعنده مشاريع كتيرة. وبيكون جي متفاجئ جدا من كلامها، بس في نفس الوقت بيكون مبسوط بيه. وتاني يوم بيشوفها جي وهي بتنظف حمامات البيت كله، ومش بيبقى فاهم هي بتعمل كده ليه. ولما بيسألها بترد عليه وبتقوله ان مامتها كانت بتقول لها دايما ان دي الطريقة اللي تقدر تكسب بيها الناس. وبتحكي له على مامتها وبتقوله انها ماتت وان هي اللي قتلتها، علشان كده اخدوها للمستشفى. وبيكون جي مصدوم طبعا من اللي سمعه. وبعدها بيجي يوم الفرح، وبيرقص والد جي مع ديزي، وده بيكون علشان يتكلم معاها اكتر ويعرف شخصيتها ويعرف اكتر عن جي. ومن كتر الاسئله اللي هو بيسالها لها بتكون مش عارفه ترد، وبتتعب فجاه ومش بتكون قادره تتنفس. وبيحس والد جي ان في حاجه في الموضوع ده. طلعوا من الفرح وبيقول لهم جي عن الحقيقه، وهي ان ديزي مش حبيبته وانها مش ممرضه، وان هي مريضه في مستشفى الامراض العقليه، وان هو شغال في المستشفى دي. وبيتعصب عليه بابا فبياخد جي ديزي وبيمشي. وبعدها بيروح جراج العربيات بتاع باباه علشان ياخد عربيه يرجعوا بيها، لانه مش هيقدر يركب طياره ويرجع بيها علشان هيتقبض عليه لانه مهرب مريضه. وبعدها بيودي ديزي المكان تركب منه اتوبيس، وبيسيب لها فلوس وبيسيبها وبيمشي. ومش بتكون ديزي فاهمه حاجه وتكون فاكره انه هيرجع لها تاني، وبتفضل مستنياه اليوم كله. وفي الناحيه التانية بيتصل الدكتور اللي مسؤول عن حاله ديزي بجي، وبيقوله ان عارف ان ديزي معاه، وبيشرح له حالتها وبيقوله ان عندها انفصام وتوحد وعمرها ما اتعاملت مع حد لان دايما كانت محبوسه في البيت. وبيطلب منه انه يرجعها المستشفى بسرعه لان ده خطر عليها وعليه. وبيقرر جي انه يرجع المكان اللي سابها فيه يمكن يلاقيها. ولما بيرجع بيلاقيها فعلا لسه مستنياه، وبيعتذر لها وبياخدها معاه، وبيركبوا العربية. وبعدها بيقفوا علشان يشتروا حاجات، وبنلاقي في ضابط موجود في المكان. وأول ما بيشوف جي بيبقى عايز يقبض عليه لأنه متبلغ عنه إنه خاطف ديزي. وبيبدأ جي إنه يهرب منه، وبينجح في ده فعلا. وبالليل بيقف جي علشان يرتاح من السواقة، وبيبدأ يتكلم مع ديزي عن نفسه وبيحكي لها ليه علاقته هو وباباه وصلت للمرحلة دي. وبنعرف ان جي كان مرتبط بمرات صاحب باباه، ودي كانت مشكلة كبيرة طبعا وكانت السبب في الخلاف اللي ما بينهم ده. فبتسأله ديزي هو كان بيحبها، فبيتفاجئ من طريقة تفكيرها الجميلة وانها مش سطحية زي باقي الناس، وبتشوف الامور بطريقة مختلفة. ومن بعدها بنحس ان جي بدأ يعجب بديزي لانه شايفها مختلفة، وبيقضي اوقات حلوة معاها. وبتسمع ديزي جي وهو بيكلم الدكتور وبيقوله انه هيرجعها للمستشفى في اقرب وقت. واول ما ديزي بتعرف كده بتفضل تعيط وتقوله ان عايزة تفضل معاه. وبياخدها وبيقعدوا في مطعم عشان يتكلموا مع بعض، وبيسألها عن موضوع مامتها وبيقول لها انت فعلا قتلتيها؟ فبتقوله لا،
وبتبدأ تحكي له اللي حصل يومها، وبتقول له ان مامتها كانت بتسمع اصوات كتير، ويوم الحادثة مامتها كانت بتصوت جامد وبتنده عليها، بس هي خافت تروح، وبعد ما الصوت وقف راحت عشان تشوفها ولقيتها مقتولة، ودخلت في حالة من اللاوعي بسبب اللي شافته ده. وبيفهم جاي الحقيقة وبيكون عايز يكلم الدكتور عشان يبلغه بده. في نفس الوقت ده بيجي ظابط وبيقبض عليه وبياخدوا ديزي للمستشفى، وبيجي والد جاي وبيدفع له فلوس وبيطلعه. وبعد ما جي بيطلع بيروح بسرعة للمستشفى علشان يشوف ديزي، بس الدكتور بيمنعه من انه يشوفها، فمش بيلاقي جي حل غير انه يدخل المستشفى كمريض، وبيروح يرمي نفسه قدام قطر، وفعلا بتنجح خطته وبيودوه لمستشفى الامراض العقلية. وبعدها بنشوف الدكتور بيتكلم معاه بيقول له ان الكلام اللي قاله له عن ديزي طلع صح، وان مامتها هي اللي كانت عندها انفصام وكانت في المستشفى قبل كده. فبيسأله جاي كده ايه اللي هيحصل مع ديزي، فبيرد على الدكتور وبيقول له انها هتفضل تحت المراقبه لمده شهرين، لو لقوا حالتها كويسه هتطلع منها. اقترح عليه جي انه يقعد يتكلم معاها، ومن خلال كلامه معاها هيقدر يحدد هي سليمه ولا لا، وبيوافق الدكتور. ولما بيقعد معاها بيعرف انها بتحب جي جدا، وبيتاكد انها كويسه من الناحيه النفسيه، وبيكتب لها على خروج من المستشفى. وفي مشهد جميل بيتقابل جي وديزي وبيحسوا هما الاتنين انهم لقوا الحاجه اللي هتكمل حياتهم، ودي بتكون نهايه فيلمنا.